السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم أسيل للقصص. قناتي مختصة في القصص وفيها بزاف تدابير منزلية طبخ متنوعة. مرحبا بالمشتركين الجدد، ونحب نرحب بكم واحد بواحد ونقول لكم شرفتوا وآنستوا القناة. مرحبا بكم حبايبي، ما تنسينيش بالجيم وكومنتير فضلا وليس امرا. وهيا نبدو في القصة تاع اليوم، قصة بزاف مرعبة واكيد تكونوا سمعتوها، يعني قصة معروفة. نبداو بالقصة اللي تقول: انا اسمي ليلى، في عمري 20 سنة، متزوجة وعندي ولد. قبل كل شي كي كنت صغيرة كنا نتلمو حنا البنات ونحكو على قصص الرعب. كنت نخاف نخرج من دار صاحبتي لدارنا. خطرة كنت صغيرة وواحد الطفلة كانت تلعب قدام دارها هكايا عند فاميلتي وحنا معاها، ومن بعد ما نعرف كيفاش شغل واحد عطاها كف هكا. قالت هي ومن بعد بليك شغل واحد عطاه كف. احنا شفنا الطفله انصرعت وحسبناها كش ما صار لها، داخت من الشمس ولا تدير عفايس بيزار، يعني تخرج في الليل تشد شمعة تديها معاها، تمشي للغابة، تمشي يعني وين الظلمة، تروح للمقبرة وتجي كل ليل تدير حاجة. ديفا تكون تلعب معنا، تشوف السما وتضحك وتهدر وحدها. حسبناها هبلت، يعني المرة الأولى حسبناها تتمسخر، ومن بعدها ولات شغل تكتر شغل، حتى حسبناها هبلت. هذه هي ولات تشوفها يعني في هذوك الناس عافانا الله منهم ويسترنا ويستر ولادنا. من داك النهار خوفوني، والخوف يزيد ويزيد. حكايتي كبرت وزيانيت وجاه بقلبي خطبني وتزوجنا وجبنا ولدي شبه البابا، الحمد لله يا ربي. جا نهار اللي راح نسكنوا وحدنا، بس خدمته بعيده، حوس على دار يكريلي وما لقاش، حوس حتى كره. ومن بعد لقى واحد نهار راجلي كان كاره وقعد يخمم مريح في القهوه، حتى جا لعندو راجل هكا مجهول يعني ما يعرفوش، لابس كوستيم ودين كل شيء كحل في كحل. قعد قدامه وقال له: واش ياسر راك تحوس على دار؟ راجلي استغرب، قال له: شكون انت وين تعرفني؟ قال له: ما تخافش، يعني على بالي بلي يعني قالوا نعرفك ملي كنت صغير. وبدا يحكي له على حياة راجلي وعلينا وكلش. راجلي توتر وبدا يطرح في الاسئله بزاف وتخلع. قال له: انا ما يخفى عليا والو، انا الشبح. ويضحك راجلي تصفر وجهه. ومن بعد قال له: شبيك ياسر، راني صاحب بابك المرحوم. ومن بعد راجلي بدات ترجع فيه الروح. قال له: نرجعوا لموضوعنا. قال له: انا نسكن في فرنسا وعندي دار الى حاب تريح فيها حتى نجي. راجلي فرح وجاي يجري يعيط لي وبشرني باش نروح. كنت فرحانه ورفدت حوايجي واستيكيت قاع الدنيا فاليزاتي كامل وديت القش راجلي ووليدي. عيط لي راجلي قال لي: صاي هنا رايحين وشتي بالرينال. وكان راجلي فرحان وقال لي: السيد عطاها لنا بدون مقابل، يعني بلا دراهم. منها نعسوها ومنها رانا لقيناها وين نروحوا وقريب لخدمتي. ناش قال لي كلش فيها، يعني غير لبسه برك اللي ندو معانا. راجلي ورفدني انا ووليدي ورايحين، بصح كل ما كنت نقرب لديك نحس حاجه في قلبي تتزير. يقول لي: وش بيك؟ نقول له: ما كان والو، بحكم باللي مشينا وهنا ساكته، يعني يبان فيا التوتر. قال لي: ما تخافيش، نورمال توالفي وانتي ووليدنا ونبقاو تماك ونجيكم يعني نفطر معاكم نرقد تما. بقينا هكا بحكم حاش نبقاو بعيد. كنا نقربوا كان قلبي يتزير. وصلنا لباب الدار لقينا فيلا كبيره الله يبارك. وليت نقول: واش يسكنني وحدي هنايا؟ بحكم والفت داري هكايا ملمومه ودار صغيره، شوف فيلا جاتني بيزار شوف بزاف. ولقينا عساس قدام الباب، دخلنا ورانا منين ندخلوا وكلش كان في الدار. فهمنا باللي حاجه اي تحقوا قولوا لي. بعدها خرج. المهم درت في الدار شابه وكلش موجود. رحت للشمبره لقيتها تهبل شابه بزاف. صح وليدي ملي دخلنا وهو يبكي، وانا قلت نورمال من التقلاق من البكا هذيك تاع طريق شتو داير سامح. المهم تقلقت عليه لا علينا. بعدها رضعت وليدي ورقدته وراجلي راح يدير دوش بحكم عيا ومع الميناج ودخلوا في القش. قال لي ندوش ونجي نرقد. المهم رقدنا نحينا هذاك التعب تاع طريق. المهم حتى العشيه كيف طن راجلي قال لي اليوم نتعشاو برا. وقلت له معليش. رحت للكوزينه لقيت العشاء طايب، لقيت السردين والديسار وش الغازوز يعني كل خير فوق الطابله وكفته وسكالوب. انا فرحت وقلت هذا ما يكون غير العساس اللي جابوا لنا، بيسك راجل هذاك وصاها على راجلي. رحت لراجلي قلت له بلي كاين الماكله، مام هو دار في حسابه بلي داك العساس. قال لي كثر خيره. المهم راني جاي. جبنا وليدنا ورحنا نتعشاو. ضحك بزاف بيزار، بصح قلت نورمال بالك وليدي وتلمو الدار كبيره
قلت صداع هذا ما كان. تعشينا وكنا فرحانين، وقال لي راجلي غدوه نخدم على 8، وبقى يوصي فيا قال لي ما تخرجيش ما تفتحيش بس دار جديده وبلاصه ما نعرفهاش، نورمال من حقه يوصيني. نورمال لقدنا ونوضنا صباح غسلت الماعن ورحنا للصالون نتفرجوا وناكلوا في الديسير. كنت درت يعني فلان، زدت جبنا معنا شويه مكسرات هكا ونلعبوا مع وليدي نضال حتى نعس ورقدت في طرفي، وزاد راجلي من العيال زاد رقد في الطرف الدوزيام. يعني كانت اجمل ايام حياتي باسكو جامي كنا هكاك وحدنا. بقيت نتفرج حتى بديت ننعس، نوض راجلي قلت له نوض البلاستيك وانا حاشاكم رحت للتواليت، وزدت فقدت الدار غلقت الواقي باسكو الدار حاليا مغلوقه لازم نفتحها. رحت للشامبره ورقدت الحمد لله. صباح نوضت وجدت قهوه، نوض راجلي وكلش كان عادي، هو راح يخدم وانا رجعت للبلاستيك باسكو مازال الحال والحال كان بارد وشتا. رجعت رقدت مع وليدي حتى لتسعة، نفطعنا على صوت الزرب والزرب والزرب، نخلعت ونجري ونحوس واش هذا، ومن بعد سكت هذاك الصوت بقيت نشاهد ونستغفر، ورجعت للنظام ناظر ضعتو بدلتو فرست الشامبر وريقلت شويه شويه حتى المدر كانت نقيه. كملت لما اني كانوا يعني ماشي محطوطين من الكرتونه درتهم في بلايصهم، ودرت لوليدي يتفرج. عيط لي ياسر فقط قلت له الحمد لله، ومن بعد حكيت له قلت له صباح باللي سمعت قال لي ما تخافيش راهم جيران الفوق باسكو العساس قال لي كاين جيران فوقنا. بصح خرجتهم وحدها يعني على الخرجات تاعنا، هما احنا نخرجوا منهم ما يخرجوا زعما من الجهه اللي من الله. منت قلت الحمد لله مزيان يعني الجيران ماشي حاجه واحده اخرى. انا نظفت الدار ونغسل القش، كملت الشغل درت الفطور وجا راجلي فطرنا وريحنا، ومن بعد رجع لخدمته قال لي العشيه نجي. المهم بقيتو على خير وليت نلعب مع نضال وليدي شويه هكا، نسمع صوت الطالو فوقي يروح في لول ويرجع. قلت بالك هذيك المراه مادامهم اغنياء ويلبسوا الله ثم راهي بالضرب الطالو ما عليناش. بقيت هكاك وبقيت نخاف وليت نسمع اقدام بزاف، قلت هادو ولادها راجل شحال يكونوا زعما هكا فوقي. قعدت يعني نكورج في روحي، رقدت وليدي وقلت لا نروح نضربها بتدويشه ونجي نتكسل معاه. ملي دخلت ندوش بدات تروح بديت نتقلق على وليدي بس كان وحده في الشومبره. قعدت نزرب ومن بعد عاود زربت شللت روحي ودرت سربيته وخرجت نجري للشومبره باسكو وليدي خفت ينوض ويلقى الظلمه شويه باسكو كنت غلقت واقي. قلت يخاف هنا وليدي ما لقيتوش، قعدت مشوكيه قلبت عليه كامل الدنيا، بكى شوف البونك ديالو وليت نعيط ونحوس عليه. بعد سمعت فيه صوت وليدي يضحك وحده في الصالون، دخلت لقيته يتفرج في ميكي ويضحك مع انه هو ما يحبي ومازال شوي باش ما يمشيش. من بعد جمدت وقلت كيفاش طلع يعني من البنك هبط وجا هاد المسافه وكاين يعني درجات صغار باش ندخلوا للصالو وما طاح ما صرالو والو. قعدت نستغفر وشهد قلت معليش الحمد لله ما صرالو والو، بصح بقيت موسوسه. ايماجين طفل صغير ما يحبي ما والو تلقاوه يعني راح للصالون، وبقيت موسوسه وتولعت باللي انا كنت دايره قران قبل ما ندخل ندوش كيفاش تبدل الميكي. لقيت تيليكوموند في يد وليدي، فت وليدي ولا يبكي يا ربي واش صار. خفت ودخلت للشومبره ما خرجتش يعني قعدت هكاك مقلقه حتى ما فقتش. لقيتها داتني عيني نفطن نلقاها 5 بصح ما لقيتش وليدي قدام الباب والباب مفتوحه. رحت نجري ونعيط ونبكي نلقاه مع بابا قال لي واش بيكي. انا ما حبيتش نوضك ولقيت نضال يعيط عليا فت وخرجت خليتك تريحي. قلت له خلعتني قال لي واش بيكي قلت له والو. لا قال لي وجهك راه مصفر. ومن بعد قلت له خلاص ما كان والو ندير لك عفسه تاكلها ولا تشرب الحليب ونرجع. قال لي لا اليوم انا نخرجوا نتعشاو برا. رحت وجدت روحي شويه ماكياج شويه هكا رفدت وليدي لبست له بحكم كان البرد لبست له فيستا وخرجنا وغلقنا الباب يعني انا بيدي اللي غلقت الباب. رحنا تعشينا وكي جينا لقيت الباب مفتوح. انا استغربت ما هو استغرب بس كان كي غلقت الباب هو كان في الطوموبيل وكان انفاس ليا يعني شافني كي غلقت الباب ما يكون غير من بعد قاعد برا. بعد جا قال لي ما يكون غير العساس بط جا دخل داقش وخرج. انا من هذاك النهار يعني ولا غير العساس هذاك مزجكاش شفت يعني انا قلت معليش ثم هو معليش. ومن بعد قعدت ماشي نورمال قال لي واش بيك حكيت له واش صرالي ولا يضحك يستهزأ بيا ولا يقول لي نيضان ولا بطمان ويلعب مع وليدو. من بعد سمعنا صوت اصوات تجي وتروح بالطالو. قلت له راك تسمع قال لي لا جوارينا نورمال. هنايا سكت ورقدت وخليته مع نضال شويه هكا فطنت على الساعه 3:20 رحت حاشاكم للطواليت وكي عاد جاي شفت ضوء احمر يلمع من الصالو رجليا فشلوا وليت نقول بالك تشبيوزه خلاها ياسر. حبيت نطل بصح ما قدرتش خفت. ومن بعد سمعت ضحكه كبيره شغل ضحكه تاع عجوزه
رحت نجري شامبرتي وجبت وليدي لي وقعدت نقرا في القران. فضلت الصباح لقيت راجلي ما كاش وعيط له قال لي رحت نخدم ما حبيتش نوضك. نوضت وليدي فطرنا وبقينا مريحين. بديت نسمع في الاصوات كيما العاده تاع المشي والضحك، والضحك بدا شغل قوي هو يزيد. ومن بعد نضال سكت وطقطق بالبكا. رفدتو بديت نقرا في القران. خرجت للجنينه من الخوف، حكم وليدي ونبكي. دورت لواحد الشجره مور الدار تاع التفاح، تلقى عجوزه مربعه تما وكمشة شفتها مليح يعني مكمشه كامل وجهها كبيره. وجهها يعني ولا غير يخوف بيزار. تشوف فيا بواحد الخزرة خوفتني. قلت هادي بالك تاع جوارينا. وانا صدمت لتما وما حبيتش كي دخلت لعندها. قلت ولا غير راح نقصر معها. كل ما كنت نقرب ليها هي تبعد. حسيت هاك شغل بعيد هذيك الشجره. بعد ما باليش كيفاش ودخلت في حلم. نوض نلقى راجلي نوض فيا ويقول واش بيكي واش جابك للجنينه. بديت نبكي ونعيط ونقول له ملي جينا ما ارتحتش وحكيت له كلش. ولا يقول لي انتي بديتي تهابلي رفدي وليدك ودخلي للدار. دخلنا للدار وانا مرعوبه. قلت له اديني نرجع منين كنت ولا ربي سهل انا ما نقعدش هنا. وليدي بكي شافني نبكي بدا يبكي وما سكتش. رفدته ونسكت فيه. من بعد ولا ياسر يخمم. ومن بعد كالماني ولا يقول لي خلاص ما كان والو راهي غير والو راهي تاع الجيران وانتي منتم ما عليناش. يعني من قال لي متعب رحتي رقدتي وما فقتيش. المهم تكلمت. ومن بعد قال لي ما نخدمش تلام. بقينا نقصرو ونتفرجوا شويه. هاك قال لي بلي هذاك النهار لقيت الباب مفتوح وكتبت عليك بلي عساس اللي دخل. من داك النهار ما بانش. وهذا الراجل اللي اسمه صالح نعيط تليفونه مغلوق. حنا في حوار حتى نلقى الكوزينه بدا يجي صوت منها. رحنا نطلو لقينا طباسه مكسرين. قلب الحاله. انا عيطت وطحت تغاشيت حتى فطنت بعد نص ساعه. وليت نبكي وخايفه وغير نقرا القران. بعدها نضال بدا يبكي وما سكتش ما فهمتش وعلاش وواش كاين. ومن بعد راجلي رقدني انا ووليدي في حضنه ورقدنا. نوض في نص الليل طوالت. انا رايحه نسمع صوت في الكوزينه. دورت نشوف هذيك العجوزه رافده نار حمراء وشعرها بزاف قوي مكشرد. عينيها كبار وفمها كبير. سنيها قد تعديب. انا عيطت عيطه واحده ياسر وتغميت. جا ياسر رفدني ويفطن فيا. فطنت وقلت له واش شفت ولا يقرا القران حتى تكلميت. قلت له صباح نروحو منا دبر راسك. انا هاد الهضره والبيبان بداو يتغلقوا وحدهم ونضل ناضي يبكي ويعيط. ومن بعد ياسر حل في البيبان يعيط ما كانش. بقينا قاعدين راحت تريسيتي وليت نتوغ. شعلت الفلاش التليفون كي ندير لوجه الراجل يجيني وجه العجوز القبيح. انا تغميت فطنت لقيت راجلي شادني يدي ويقرا لي في القران ونيدي يبكي. تخلعت بزاف وتقلقت. وبعد صباح تفتحوا الابواب غير الباب الكبيره بقات مغلوقه. طلع راجلي يشوف الفوق ملقى حتى جيران. الدار محروقه ما فيها والو وغير في الحيط مكتوب بالدم تموت تموت تموت. وما لقى واش يدير. انا قلت خلاص هنا نموتو ونولو اشباح لهاد الدار. بالك اللي قبلنا كانوا هكا. بصح راجلي بقى يصلي ويدعي ربي القران وانا جبت مصحف ونقرا بصوت ونبكي. ومن بعد تهدنت الامور. عيطنا للراجل هذاك اللي وصلنا للدار هادي مغلوق العشيه. صونا تليفون كلامان وكذا ومنا واش هذه الدار. قال له يجي نهار وين تعرف وكوبا. راجلي ولا يخمم ويشوف واش يدير. ومن بعد قال لي انتي دخلي للشومبرا يسرى واش يسرى ما تخرجيش لازم نحميك انتي ووليدي. وخرج وغلق علينا الباب. وليت نعيط موراه قال لي سمحي لي نبغيك بزاف وفتهلاي في وليدنا. راح فتح البيبان وتواقي ونسمع فيه يقرا القران ويرش بالماء المرقي ويبكي. ومن بعد بدات تريسيتي تروح والماعن يتكسروا. كل ما يزيد في الصوت يزيد يتكسر كل شيء. ومن بعد خرجت ديك العجوزه قالها واش تحتاجي واش تخلعي فينا واش درنا لك. رضي وانا وعرشي ساكنين هنا وانت ابن الجن الاحمر. بصح صالح وحب يوقف لي في طريقي وزاد جابكم هنا وما تخرجوش سالمين. راح نقتلكم ونبدا بوليدكم صغير نديه ونرجعوا مع عرشي. ياسر نسمع فيه يبكي ويقولها نخرجوا منه ما نديروا والو خلينا نخرجوا. كيما مات صالح وقتلت له نقتلكم انا بيسك حاربتوني بكلام ربي وتهدر هداير فاسدين. رجلي ولا يبخ ويرمي الماء عليها ويقرا. بقى يقرا. ومن بعد تغم واحد النص ساعة طن والنار بدات تجي من الكوزينة وانا بديت نعيط بيسك الشومبرا قريبة للكوزينة.
جا ياسر رفد وليدي وخرج وانا حبست قشنا وخرجت. النار بدات تاكل في الدار وحنا قدام الباب تاع الخرجه. ياسر يجري ويطفي يبكي وانا نبكي، ومن بعد بدا ياسر يعيط ويبكي ويقرا في القران. كان واحد الزوج رجال جايزين على ديك الفيلا، سمعونا جاو يكسروا ويعاونوا فينا ولاو يعيطوا للشعب. جاو يجروا، واحد راح جاب الشيخ الجامع وبدا الشيخ يرقي من برا وحنا داخل نعيطوا، بس النار وصلت لينا. وهذيك العجوزه جات قدامي، انا ما قدرتش نتحرك، رفدت من يدي نضال يبكي ويعيط ماما. اصعب شعور انا فشلت وخفت، بصح كانت قوه كبيره في قلبي تاع الايمان بربي. بديت نقرا القران في قلبي وبديت نخرج فيه من فمي. وياسر يكسر في الباب، رفدت فازة كانت قدام الباب ونعطيها للراس. لقت وليدي والباب تحل، خرجنا نجرو. العجوزة تشوف في وسط النار تمشي والراقي يرقي هي تتفتت كالتراب. نشوف فيها ومن بعد جاو كامل الناس، لابوليس، لي جاندارم، لامبولانس، ناس كامل دايره بينا. تونا سبيطار وانا مازالني لدرك نعاني من الصدمات النفسيه والخلعه. ودوك وليدي كبر وجات اختو نهله ورانا في دار بابا الحمد لله عايشين في سعاده. هذه هي الحكايه تاع اليوم، نتمنى يكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بالجيم الكومنتير، نقول لكم تهلاو في روحكم ودمتم في رعايه الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.